أنا اسمي سلمى، عندي 42 سنة، وأنا أرملة من 3 سنين. جوزي الله يرحمه كان راجل كويس، لكن القدر ما كانش في صالحنا. سابني وأنا لسه محتاجاله، محتاجة لحضنه، لكلامه، لوجوده جنبي. البنت الوحيدة اللي عندي اسمها ياسمين، عندها 24 سنة، واتجوزت من 1.5 سنة من شاب اسمه كريم. كريم ده شاب محترم طيب وبيحب ياسمين جدا. بعد ما ياسمين اتجوزت فضلت لوحدي في الشقة. الواحدة كانت بتقتلني، كل حاجة في البيت بتفكرني بجوزي. السرير الكبير اللي كنا بننام فيه مع بعض، الكنبة اللي كان بيقعد عليها يتفرج على المباريات، حتى ريحة عطره اللي لسه موجودة في دولاب الهدوم. كنت بحس إني ميته وأنا عايشة. الليل كان أصعب وقت، كنت بقعد على السرير وأبص في الفراغ، أفتكر الأيام الحلوة، أفتكر ضحكتنا، أفتكر خناقاتنا حتى. كنت بعيط لحد ما أنام من التعب. الصبح كنت بصحى وأول حاجة افتكرها إنه مش موجود. كل يوم كان نفس الألم من جديد. ياسمين كانت بتيجي تزورني كل يوم تقريبا، وساعات كانت بتصمم إني أقعد عندها كام يوم عشان ما أكونش لوحدي. في الأول كنت برفض، كنت حاسة إني هيتقل عليها وعلى جوزها، بس ياسمين فضلت تلح لحد ما وافقت. كانت بتقولي ماما أنا مش مرتاحة وإنتي قاعدة لوحدك، تعالي عندي كام يوم أنا محتاجالك. أول مرة روحت عندها كانت شقة جميلة ومرتبة، شقة من غرفتين وصالة مفروشة بذوق. كريم استقبلني بكل احترام وترحيب، قالي أهلا يا حماتي، البيت بيتك واحنا مبسوطين جدا إنك معانا. كلامه كان طيب ومريحني. شال الشنطة ودخلني الأوضة اللي هقعد فيها، قالي لو احتجتي أي حاجة قوليلي على طول. قعدت عندهم أسبوع وكان كل حاجة تمام. كريم كان بيطلع الصبح بدري على شغله، شغال في شركة استيراد وتصدير، وياسمين كانت بتطلع هي كمان لأن هي بتشتغل في شركة إعلانات. كنت بقعد في البيت لوحدي، بنضف شوية، بطبخ الغدا وبستناهم يرجعوا. كانوا بيرجعوا الساعة 4 العصر تقريبا، ونقعد نحكي ونضحك ونتفرج على التلفزيون. بس في زيارة من الزيارات دي حصل حاجة غيرت كل حاجة. ياسمين كانت تعبانة من يومين، كانت عندها برد شديد وسخونية. اتصلت بشغلها وقالت لهم إنها مش هتقدر تيجي. قعدت في البيت مش رايحة الشغل. كريم كان لازم يروح شغله لأن عنده اجتماع مهم مع عميل كبير ما يقدرش يأجله. صحيت الصبح لقيت كريم في المطبخ بيحضر الفطار، كان لابس بدلة سودا أنيقة ومتعطر. قالي صباح الخير يا حماتي، ياسمين لسه تعبانة ونايمة، أنا حضرت لها الدواء جنبها على الترابيزة. حسيت إنه راجل مسؤول ومهتم. قلت له ربنا يخليك يا كريم، أنت راجل محترم. قعدنا نفطر مع بعض أنا وكريم، كانت أول مرة نقعد لوحدنا كده من غير ياسمين. كان بيحكي لي عن شغله، عن الاجتماع اللي هيحضره، عن العميل اللي بيتعامل معاه، وأنا كنت بسمع له باهتمام. كان راجل فاهم وواعي بيتكلم بثقة. لاحظت إن كريم راجل مهذب جدا وعنده أخلاق، كان بيتكلم بأدب وبيسمعني وأنا بتكلم. حسيت بحاجة غريبة جوايا، حاجة ما حسيتهاش من زمان. حسيت إن في حد مهتم بيا، حد بيسمعني فعلا، مش بس عشان أنا أم ياسمين، لكن كإنسانة كست ليها رأي وليها حكاية. كريم سألني عن حياتي، عن شغلي زمان قبل ما أتجوز، عن هواياتي، حاجات محدش سألني عنها من سنين. بعد ما كريم راح شغله فضلت أفكر في الموقف ده، استغفرت ربنا كتير. قلت لنفسي انت ايه اللي بيحصلك يا سلمى، ده جوز بنتك، استحي على نفسك. حاولت أطرد الأفكار دي من دماغي بس كانت بترجعلي تاني. كنت بقول لنفسي إن ده مجرد شعور عابر، إن أنا بس وحيدة ومحتاجة حد يكلمني، وإن الموضوع هيعدي. اليوم اللي بعده ياسمين كانت لسه تعبانة ونايمة. دكتورة جات لها وقالت لها لازم تريح نفسها كام يوم. كريم صحي بدري زي كل يوم. نزلت المطبخ لقيته قاعد بيشرب القهوة. قالي تحبي تشربي قهوة معايا يا حماتي؟ قلت له ماشي شكرا يا كريم. قعدنا تاني مع بعض. المرة دي الكلام كان أعمق شوية. كريم سألني عن جوزي، عن حياتي قبل ما يموت، عن إحساسي بالوحدة. ما كنتش متوقعة إنه يسألني الأسئلة دي. حكيت له ولقيت نفسي بعيط. قلت له إني بحس إن نصي التاني راح، إني مش عارفة أتأقلم على الوحدة، إني كل يوم بصحى وأتمنى يكون ده كابوس وإنه لسه موجود. كريم مد إيده وربط على إيدي بحنية. قال لي ربنا يصبرك يا حماتي، أنا عارف إنك اتعذبتي كتير، أنت ست قوية ومحترمة وربنا هيعوضك. لمسته لإيدي خلتني أحس بحاجة ما حسيتهاش من زمان، اهتمام. كان لمس بريء بس بالنسبة لي كان زي الكهرباء. حسيت إن قلبي بيدق بسرعة. رفعت عيني لقيته بيصلي بنظرة فيها حاجة مش عارفة أوصفها.
كانت نظرة فيها حنية وفيها حاجة تانية. ولا أنا ولا هو اتكلمنا، بس كان في كلام كتير في الصمت ده. سحبت إيدي بسرعة وقمت من على الترابيزة. قلت له لازم أشوف ياسمين، ممكن تكون محتاجة حاجة. كريم بص تحت وقال أيوة طبعا. من اليوم ده بقيت أستنى الصبح عشان أقعد مع كريم في المطبخ. كنت بقول لنفسي إني بس عايزة أتكلم مع حد، إني مش عاملة حاجة غلط، إننا بس بنشرب قهوة ونتكلم. بس جوايا كنت عارفة إن الموضوع أكتر من كده. كنت بهتم بشكلي أكتر من الأول. كنت بلبس حجابي بعناية وأحط شوية مكياج خفيف وأتعطر. كنت بقول لنفسي إني بعمل ده عشان أحس إني لسه عايشة، مش عشان كريم. بس الحقيقة كانت غير كده. كنا بنتكلم، بنضحك، بنتبادل نظرات. ياسمين كانت بتصحى متأخر بسبب التعب ولده اللي بتاخده، وكانت بتلاقينا قاعدين في المطبخ. ما كانتش حاسة بحاجة، لأن كل حاجة كانت بتبان عادية وطبيعية. كانت بتقولي الحمد لله إنك موجودة يا ماما، كريم بيحبك جدا ومبسوط إنك معانا. كلامها كان بيوجعني. كانت بتقول كده وهي مش عارفة إن جوايا في مشاعر مش كويسة ناحية جوزها. كنت بحس إني بخونها وهي نايمة في أوضتها. يوم ورا يوم الموضوع بدأ يزيد، مش بس نظرات. كريم بقى يلمس إيدي وهو بيناولني فنجان، يقرب مني أكتر من اللازم وهو بيتكلم، يقولي كلام معسول زي أنت ست جميلة يا حماتي، مش عارف إزاي حد زيك يقعد لوحده. وأنا الله يسامحني كنت بحس إني عايزة القرب ده. كنت محرومة من الحنية دي سنين. كنت محتاجة حد يشوفني كست، مش بس كأم. في يوم من الأيام ياسمين كان عندها شغل مهم ولازم تروح الشركة، رغم إنها لسه تعبانة شوية. كان عندهم بريزنتيشن كبير وما يقدروش يأجلوه. قالت لي ماما أنا هروح بس هرجع بدري، لو حسيتي بأي حاجة اتصلي بيا. بوستها وقالت لها ما تقلقيش يا حبيبتي، أنا كويسة وربنا معاكي. بعد ما راحت قعدت في الشقة لوحدي. كريم كان المفروض يروح الشغل متأخر شوية اليوم ده لأن عنده موعد مع عميل الظهر. كنت في المطبخ بحضر الغدا، كنت بعمل محشي. كنت عارفة إن كريم بيحبه. سمعت صوت خطوات وراي، التفت لقيت كريم واقف عند باب المطبخ. كان لابس بنطلون جينز وتيشيرت أبيض. كان شكله مختلف عن لما يكون لابس البدلة. كان شكله أصغر وأقرب. قالي ريحة الأكل جميلة يا حماتي. قلت له ده من ذوقك يا كريم، محشي أنا عارفة إنك بتحبه. دخل المطبخ ووقف جنبي. قال إزاي عرفتي؟ قلت له ياسمين قالت لي. كان قريب مني قوي، أقدر أحس بأنفاسه، أقدر أشم ريحة عطره. قلبي بقى يدق بجنون. قالي أنتي ست رائعة يا سلمى. كانت دي أول مرة يناديني باسمي من غير حماتي. صوته كان مختلف، كان فيه همس. قال مش عارف إزاي حد زيك يعيش لوحده. كلامه دخل قلبي زي السهم. حسيت إن في شخص شايفني، شايف قيمتي، مش بس كأم لياسمين لكن كإنسانة ليها مشاعر واحتياجات. لفيت وجهي ناحيته وكانت المسافة بينا سنتيمترات بس. كان بيبص في عيني بنظرة مليانة شهوة واحتياج، وأنا الله يسامحني كنت ببصله بنفس النظرة. كنا الاتنين عارفين إن اللي هيحصل دلوقتي غلط، لكن مش قادرين نوقف نفسنا. في اللحظة دي حصل اللي ما كانش المفروض يحصل. كريم قرب وجهه من وجهي. كنت المفروض أبعد، المفروض أوقفه، المفروض أفتكر إن ده جوز بنتي، لكن جسمي ما سمعش كلامي. حسيت بشفايفه على شفايفي. كانت بوسة طويلة مليانة شهوة وحرمان، مسكني من خصري وقربني أكتر. وأنا سبت نفسي، خليت المشاعر المكبوتة تطلع. البوسة طالت وإيدينا بدأت تتحرك. كان مسكني بقوة وأنا كنت حاطي إيدي على صدره. كنت حاسة بدقات قلبه السريعة. كنا ضايعين في اللحظة دي، ناسيين كل حاجة، ناسيين ياسمين، ناسيين إننا بنعمل أكبر خيانة. فجأة سمعنا صوت مفتاح في الباب، بعدين عن بعض بسرعة. كانت ياسمين. رجعت بدري لأنها نسيت ملف مهم للبرزنتيشن. دخلت الشقة ولقيتنا واقفين في المطبخ. أنا كنت بحاول أظبط حجابي وأخفي الارتباك. كريم كان واقف بعيد بيعمل نفسه بيبص على موبايله. ياسمين قالت أهلا يا ماما. أهلا يا كريم، أنا نسيت الملف بتاعي. دخلت الأوضة بسرعة، أخدت الملف ورجعت للمطبخ. بصت لي وقالت ماما أنت كويسة؟ وشك أحمر. قلبي كاد يوقف. قلت لها أيوة يا حبيبتي، الحر في المطبخ. قالت ماشي أنا ماشية، استريحي شوية. بوستها وراحت. بعد ما سمعنا صوت الباب يتقفل بصينا لبعض. كريم كان شكله مصدوم من اللي عمله. قال يا نهار، كانت ممكن تلاقينا. أنا ما قدرتش أتكلم،
جريت من المطبخ ودخلت الأوضة وقفلت عليا الباب. قعدت أعيط بحرقة. قلت يا رب أنا عملت إيه؟ أنا فعلا بقيت إنسانة وحشة. إزاي أبوس جوز بنتي؟ إزاي أخون ياسمين اللي واثقة فيا؟ فضلت أعيط لساعات. كنت بضرب في نفسي بشد في شعري. كنت حاسة إن أوسخ إنسانة في الدنيا. كريم حاول يخبط على الباب ويكلمني بس أنا مردتش. قال من ورا الباب سلمى: أنا آسف، أنا مش عارف إيه اللي حصل لي، أرجوك افتحي الباب نتكلم. بس أنا فضلت ساكتة. كريم راح شغله وأنا فضلت في الأوضة لحد ما ياسمين رجعت. لما شافتني قالت لي: إيه يا ماما؟ أنت تعبانة؟ عينيكي حمرا. قلت لها: لا يا حبيبتي، أنا كويسة بس صداع خفيف. حضنتني وقالت: ارتاحي يا ماما، أنا هجيبلك مسكن. ما قدرتش أبصلها في عينيها. كنت حاسة إني أوسخ أم في الدنيا. كنت حاسة إن لو عرفت اللي حصل هتموت من الصدمة. الأيام اللي بعد كده كانت صعبة جدا. أنا وكريم بقينا نتجنب بعض تماما. لما نبقى في نفس المكان ما كناش بنبص لبعض. كنت بطلع من المطبخ لما يدخل، كان بيطلع من الأوضة لما أدخل. بس المشكلة إن المشاعر اللي جوايا مرحتش، بالعكس زادت. كنت بفكر فيه طول الوقت. كنت بفتكر البوسة. كنت بحس بطعم شفايفه. كنت بحس إني مريضة، إن في حاجة غلط في دماغي. بالليل وأنا نايمة في الأوضة كنت بسمع صوتهم هو وياسمين، كانوا بيتكلموا. وساعات كنت بسمع ضحكتهم وكان ده بيوجعني أكتر. كنت بحس إني بغير من بنتي، من سعادتها، من حياتها. كنت بقول لنفسي: انتي بقيتي مريضة فعلا يا سلمى، محتاجة علاج. بعد أسبوع من الحادثة ياسمين اتصلت بيا وقالت لي: ماما، أنا وكريم هنسافر كام يوم لإسكندرية عشان شغله، عنده مؤتمر هناك. ممكن تقعدي في الشقة عندنا؟ مش عايزاكي تقعدي لوحدك في شقتك. قلت لها: لا يا حبيبتي، أنا هقعد في شقتي، أنا كويسة. بس ياسمين أصرت، قالت: ماما أرجوكي، أنا مش مرتاحة لما أسيبك لوحدك. وافقت في الآخر عشان محبش أثير شكوكها. في أول يوم من سفرهم رجعت كريم الشقة بدري. كانوا المفروض يسافروا الصبح بس ياسمين راحت لوحدها وقالت له إنه يلحقها بعدين لأن هو عنده شغل. أنا كنت قاعدة في الصالة بتفرج على التلفزيون. دخل وسلم عليا بجفاف. قال: مساء الخير. قلت له: مساء النور. راح أوضته وقفل الباب. حسيت إن الجو متوتر جدا. قمت ودخلت المطبخ عشان أحضر العشاء. بعد ساعة كريم خرج من الأوضة، دخل المطبخ وقال لي: سلمى، لازم نتكلم. قلت له: عن إيه يا كريم؟ قال: عن اللي حصل. أنا مش عارف أعيش كده. أنا حاسس إني بخون ياسمين كل ثانية، حاسس إني راجل وسخ. قلت له: أنا اللي غلطانة يا كريم، أنا اللي كان لازم أوقف الموضوع من الأول. أنا اللي سمحت إن الموضوع يوصل للي وصله. أنا الأكبر، أنا اللي المفروض أكون عاقلة. قال: لأ، إحنا الاتنين غلطانين، بس لازم نبقى صريحين مع نفسنا. أنا حاسس بحاجة ناحيتك وأنا عارف إن ده غلط، عارف إن بدمر حياتي وحياة ياسمين، بس مش قادر أسيطر على مشاعري. كلامه كان صريح ومؤلم. قلت له: أنا كمان حاسة بنفس الحاجة يا كريم، بس إحنا مش ممكن نكمل كده. ياسمين هي كل حاجة عندي، أنا مش ممكن أخونها، مش ممكن أدمر حياتها عشان شهوة عابرة. كريم قرب مني وقال: ده مش شهوة عابرة يا سلمى، أنا فعلا حاسس بحاجة حقيقية ناحيتك، أنا بحبك. كلمة بحبك دي وقعت عليا زي الصاعقة، ما كانتش متبقعها. قلت له: لا يا كريم، ده مش حب، ده انجذاب، ده احتياج بس مش حب. الحب الحقيقي هو اللي بينك وبين ياسمين، أنا مجرد عابرة في حياتك. قال: لا، مش عابرة، أنت مختلفة. ياسمين بنت جميلة وطيبة وأنا بحبها، بس أنت فيكي حاجة تانية، فيكي عمق، فيكي خبرة، فيكي فهم. كلامه كان بيدخل قلبي رغم إني عارفة إنه غلط. في اللحظة دي كنا هنقع في نفس الغلط تاني. كريم مد إيده ومسك إيدي، قرب وجهه من وجهي، بس صوت مفاتيح الباب وقفنا. كانت ياسمين. رجعت بدري لأنها نسيت الشنطة بتاعة اللابتوب. دخلت الشقة بسرعة ولقيتنا واقفين في المطبخ بعاد عن بعض. قالت: أهلا يا ماما. أهلا يا كريم، أنا نسيت الشنطة. دخلت الأوضة، أخدت الشنطة ورجعت. بصت لي وقالت: ماما، انتي متأكدة انك كويسة؟ شكلك شاحب. قلت لها: أيوة يا حبيبتي، أنا كويسة بس تعبانة شوية. حضنتني وقالت: ارتاحي يا أحلى ماما في الدنيا، أنا بحبك قوي. كلمتها دخلت قلبي زي السكينة. حضنتها بقوة وعيطت على كتفها. قالت: مالك يا ماما؟ ليه بتعيطي؟ قلت لها: ولا حاجة يا حبيبتي، أنا بس مشتاقلك. ضحكت وقالت: وأنا كمان مشتاقلك، هرجع بعد 3 أيام وهنقعد مع بعض.
بوستها وراحت. اللحظة دي كانت بمثابة صحوة ليا. لو كانت ياسمين دخلت المطبخ قبل كده بدقيقة كانت هتلاقينا في وضع مش لائق، كانت هتنهار، كانت حياتها هتتدمر، كنت هدمر حياتها وهدمر نفسي وهدمر كل حاجة. قلت لكريم كفاية يا كريم، لازم نوقف الموضوع ده دلوقتي. أنا مش ممكن أفضل هنا، أنا هرجع شقتي دلوقتي ومش هيجي تاني غير لما أكون متأكدة إن المشاعر دي راحت خالص، أو على الأقل لما أكون قادرة أسيطر عليها. كريم بص ليا بحزن عميق وقال انت صح يا سلمى، ده القرار الصح، بس انا هفتقدك. قلت له وانا كمان، بس ده احسن لينا كلنا. جمعت حاجتي في نفس الليلة ورجعت شقتي. لما ياسمين اتصلت بيا من اسكندرية وسألتني ليه رجعت شقتي، قلت لها اني مش مرتاحة في شقة غير شقتي وعايزة اقعد في بيتي. الايام اللي بعد كده كانت من اصعب الايام في حياتي. كنت بفكر في كريم طول الوقت، بفتكر كلامه، بفتكر لمسته، بفتكر البوسة. كنت بعيط كل ليلة، بس كنت بفكر أكتر في ياسمين، بنتي اللي كبرت قدام عيني، اللي سهرت الليالي عشان أربيها صح، اللي كانت فرحتها فرحتي وحزنها حزني. إزاي أقدر أخونها مع جوزها؟ إزاي أقدر أبص في عينيها تاني لو كملت في الطريق ده؟ قررت إني أبعد عن كريم وعن ياسمين شوية. كنت بتصل بياسمين كل يوم وأطمن عليها، بس ما كنتش بروح عندها. ياسمين كانت بتستغرب بس ما كانتش بتلح، كانت فاكرة إني محتاجة وقت لنفسي وإني بحاول أتأقلم على حياتي الجديدة. بعد شهرين ياسمين جت عندي الشقة، كانت مبسوطة جدا. قالت لي ماما عندي خبر حلو قوي. قلت لها ايه يا حبيبتي؟ قالت أنا حامل. حضنتها بكل قوتي وعيطت، بس المرة دي كانت دموع فرحة مخلوطة بندم عميق. فرحة إن بنتي هتبقى أم، وندم على اللي كان ممكن يحصل لو كنت كملت في طريق الغلط. قالت لي ماما أنا وكريم عايزينك تيجي تقعدي عندنا تاني، أنا محتاجة لك خصوصا دلوقتي وأنا حامل. بصيت لها وقلت لها يا حبيبتي أنا مبسوطة جدا ليكي ومبروك عليكي، بس أنا أحسن أقعد في شقتي. لو احتجتيني في أي حاجة هيجي في أي وقت، بس مش هقعد عندكوا تاني. ياسمين حزنت وقالت ليه يا ماما؟ أنا عملت